ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا. كل ام طبعا الصبح بتعاني معاناة كل يوم، وكل بيت فيه نفس المشكلة دي. يعني المشكلة دي عامة عند الناس كلها، مش انت لوحدك طبعا. بس الام الشاطرة الذكية هتحلها، مش هتكون عقبة خالص عندها. مشكلة الفطار، والولاد كمان الصبح مستعجلين، واللي ما بيحبش الفطار، واللي بطنه وجعاه، واللي ملهوش نفس الصبح يفطر اصلا. يعني هتسمعي روايات كتير منهم. لا، خليك انت بقى اذكى منهم، اعملي لهم الفطار وخليه كده على السفرة مع كوباية لبن او شاي او نسكافيه، يعني حسب ما هم بيحبوا يشربوا ايه الصبح. هتلاقيهم تلقائيا بدأوا كده يفطروا. بس اعملي نفسك مش واخدة بالك يعني من الموضوع ده. قال يعني ايه مش شايفاهم؟ خلاص اعملي الفطار بشكل مهندم، وهم يحبوا الطريقة دي على فكرة. وادعي لي بقى، سواء كنت هتعملي ايه، هتعملي لهم يعني سندوتشات او باتيه او اي فطار عموما يعني. خلاص. خلاص كده يا جماعة، هنا بقى تعالوا نعمل كده كوبايتين الشاي بلبن بتوعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تعملي لبن سادة اوكي، عايزة تعملي شاي بلبن اللي انت طبعا عايزاه. اهم حاجة بس الولاد يفطروا كده. اعمليها كده وخليكي اذكى منهم، هتلاقيهم فطروا. صدقيني الموضوع ده هيفرق معاهم كتير، وهيفطروا على فكرة يعني. لان كمان معظم الولاد بياخدوا السندوتشات بتاعتهم بيرجعوها تاني، ما بياكلوهاش. واللي بيجي بقى متأخر من المدرسة وبعد كده يروح الدرس بتاعه او هيجي ينام، هتلاقيه طول النهار ما بياكلش. الولاد كلها كده على فكرة، المشكلة دي يعني بقت تقرفنا كلنا بصراحة. خلاص اعملي لهم كده وصدقيني هياكلوا، وهيفرحوا كمان بالطريقة وبالتقديمة اللي انت عاملاها لهم دي. اعمليها وادعيلي. خلاص بس كده، ده كان فيديو النهاردة. باي باي يا حبايبي.